الفنانة بسمة وسيل أثارت الجدل بعد ما كتبت ستوري على حسابها على انستغرام وقالت فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا هالة، وستوري تاني كتبت فيه احترام العشرة بيبتدي باحترام مشاعر غيرك، بالذات لو حد كان سبب رئيسي في خراب بيتك وهدم حياة ولادك. الناس اعتبرت تلميحات الفنانة بسمة وسيل على إن هالة مديرة أعمال الفنان تامر حسني هي السبب الرئيسي في طلاقها، ولكن الفنان تامر حسني رد على تساؤلات الناس كلها لما سألت هل في صلة قرابة بينه وبين هالة مديرة أعماله. رد وقال كل اللي بيسأل عن إيه وجه القرابة بيني وبين العروسة الجميلة شايف أسئلة كتير، أنا هحكي لكم عنها. هي اسمها هالة عمر، عرفتها كانت بنت من الفانز صغيرة ومن المقاتلين والمدافعين عن تامر على الإنترنت، ومن كتر دفاعها عني لفتت نظري، وفي مرة من المرات رديت عليها وشكرتها. ولما سافرت اسكندرية لقيت بنت صغيرة قوي بتعيط وبتجري عليا، فوقفت لها وفكرتني بنفسها، فضلت تقول لي احنا معاك ولازم تكمل عشان كنت بتحارب جدا في بداية. فاتصدمت لما لقيت بنت صغيرة بالشغف ده كله وبالإصرار والعزيمة، وكانت عاملاه وهي عندها 14 سنة. وقتها السوشيال ميديا كانت لسه ما بدأتش أو ما كانتش ظهرت قوي. في الوقت ده كنا بندور على شركة سوشيال ميديا عشان تمسك لي حساباتي عليها، فقالوا لي لازم نجيب شركة كبيرة تمسك حساباتك على السوشيال ميديا عشان تبدأ تدورها صح. أنا قلت لهم لأ، أنا مش محتاج غير هالة، هي اللي هتقدر تمسك لي حساباتي، وبحبها وشغفها ليا هي دي اللي هتقدر تساعدني وتقف جنبي. طبعا الكل ما كانش مصدق عشان سنها صغير، بس أنا كنت مؤمن بيها، ومن ساعتها وهي ماسكة كل شغل الميديا الخاص بيا. الطفلة الشاطرة دي كبرت دلوقتي وبقت هي العروسة اللي انتوا شايفينها قدامكم. ولما عرسها العسل عمرو ده جه طلبها مني انا، والحمد لله هي اتجوزت وانا مبسوط بيها وبتمنى لها السعادة هي وجوزها.